بما اننا داخلين على الصيف يعني حر تلزيق وعرق، فلو انت بتركب مترو او مواصلات هقول لك على كام حاجه كده لازم تعملها. مبدئيا مزيل عرق، ما تخليش ريحتك تبقى وحشه قدام الناس. مزيل عرق كده، مفيش امكانيه تشتري مزيل عرق. مش هقول لك بودره الجسم يا عم، يعني مش عارف هي اغلى ولا ارخص. استحمى قبل ما تنزل، خد لك دش ساقع كده على الصبح. طبعا بما اننا داخلين على رمضان مش هينفع اقول لك حط البانه في بقك، مش هفطرك يعني، بس يستحسن وانت راكب المترو او المواصله تبقاش واقف تتكلم مع صاحبك وبقك مطلع ريحه في وش الناس. يعني اقول لك على حاجه احسن، كل واحد فيكم يمسك الموبايل بتاعه يفتح المصحف يقرا قران او يسبح في سرك، الموضوع هيبقى الطف يعني. لو انت رايح الجيم ومن النوع اللي بتلبس قطات وكده فاحلق تحت باطك يعني، عشان المنظر يبقى لطيف يعني، بلاش الناس تشوف عنكبوتات وكده. حاجه برضو يعني، اغسل وشك، ما تنزلش معمص من البيت. اغسل وشك، ده في الطبيعي بقى، مش صيف ولا شتاء، ده الطبيعي انت لازم تغسل وشك. اخر حاجه بقى عشان نكمل كده الباكج الجميله دي، يعني اسنانك بقى بالمره كده، معجون سنان، مفيش حد ما عندوش معجون سنان في البيت، فاسنانك كده او المعجون كده معجن سنانك واغسلها بالفرشه وصباح الفل كده يعني، خليها بيضه كده ونضيف. في نفس الوقت برضه هيغير ريحه بقك يعني.